الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع بها لي عند الله. يوم جديد مع وصفة جديدة. زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا يلا نعمل وصفة الشاورما السوري. سندوتشات شاورما كده تحفة 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 تحفة، هقعد اقول تحفة كده سنة قدام. نظيفة وطعمة ونفس جودة وطعم المطاعم السوري، مفيش اختلاف خالص. تكة بتكة كده وخطوة بخطوة، واقولك على كل تكتها وحركاتها. دي كانت صدور فراخ، عايزة تستخدمي وراك زي ما انت عايزة، صدور زي ما انت عايزة. كنت بخلي فراخ وطلعت دول منها بمنتهى السهولة، وراك على صدور يعني، دول مش لوحدهم بس، وكمان كان فيها 3 4 قنصات كده، قلت احطهم بالمرة ما بيخسروش. تمام، بإذن الله في يوم وانا بخلي الفراخ اوريك انا بخليها ازاي وبعملها، تقعد معايا الاسبوع كله تحفة. منتهى السهولة، ما فيش اسهل من كده، وكل قطعة من الفرخة بتستخدميها وبتستنفعي منها بإذن الله. دول عبارة عن كمية صدور على وراك، متظبطين ومغسولين بليمون وخل ومية مية. جبت طبق تاني يكون غويط كده، وحطيت فيه زبدية، مكانش عايزة تنزل الزبدية. الكمية دي كيلو، يعني تقريبا كيلو. يعني التتبيلة اللي انا هعملها دي على الكيلو، عايزة تزودي زودي. كانت حلوة جدا، يعني الكيلو ده كان مناسب وكان حلو جدا. حطيت الزبدية، زبدية سادة، حطيت عليها 3 معالق مستردة. انا حبيت اللي انا عايرهم لك اهو، عايزة تعايري بالمعلقة تمام، بس انا يعني بالنظر كده هم دول 3 معالق. رجعت زودت كمان حبة. هو اساس الشاورما السوري المستردة، هو اللي بيوديها نكهة المحلات السوري بالظبط. ده خل، حطيت معلقة خل. التتبيلة دي وانت تعمليها على بيات هتبقى حلوة جدا. تعمليها قبل التحضير ب4 ساعات حلوة، بساعتين حلوة، المهم يبقى فيها كفاية ان انسجة الفراخ تشرب من التتبيلة كويس. دول حوالي معلقتين زيت او 3 معالق زيت. حطيت بقى البهارات، ده عبارة عن كركم وفلفل اسمر وكمون، وده عبارة عن بابريكا وملح طبعا. ظبطي الملح بعد ما تخلصي، ظبطي ملحها بالظبط بالظبط، يعني على حسب ما انت عايزه بقى. بتحبي الاكل مالح، بتحبيه مظبوط، على حسب ما انت عايزه. هبتدي احط كميه الفراخ اللي انا مقطعاها وغسلاها ومظبطاها في قلب الخلطه دي. ولو في عصره ليمونه كمان قبل ما احط الفراخ هبتدي، بس يا لوسي هبتدي احط عصرة الليمونة عليها، وابتدي احط الفراخ كلها، واقلبها فيها. تعالى وابتدي احط الفراخ كلها واقلبها فيها. تمام، مفيش احسن من كده. تتبيلة. التتبيلة دي نفس تتبيلة المحلات، ديت كانت نحلة زنانة كل شوية تحوم حواليا عشان كنت فاتحة الشباك. انا بوريك اللي انا كنت حاطة فيها قوانص، 3 قناصات كده. وانا بخلي الفراخ هحط التتبيله دي في التلاجة. دي اول ما قمت عملتها. تمام، عايزه تعمليها على بيات بتبقى حلوه جدا. وحطيتها في قلب التلاجة وسبتها مع نفسها. ايه تاني حاجة عملتها؟ طبعا الشاورما السوري لازم جنبها صوابع بطاطس، ده شيء اساسي. غليت مية، لازم المية تبقى مغلية، ومرضيتش اطفي البوتاجاز الا ما احط لكم المكونات كلها. مية سخنة بتغلي، قطعت البطاطس وغسلتها وحطيتها عليها، حطيت الملح، حطيت بابريكا وكركم. بس البابريكا والكركم دول على حسب ما انتي هتنكهي البطاطس بنكهة ايه، هم دول اللي بيودلوها نكهتها. تمام، هحط ليمونة. كنت لسه جايبة الليمونة من على الشجرة، بوريك الليمون اللي عامل ازاي. دي شجرة عندي في الجنينة، ما شاء الله ليمونها حلو جدا. ابتديت اللي انا احط منها على يا دوبك رحت قطفت ليمونه وجيت وقلت اعصرها على البطاطس. ميه سخنه، بطاطس، ليمون، ملح، بابريكا، ونقطه خل اللي هما معلقه او معلقتين خل، واسيبهم واغطي عليهم واطفي البوتاجاز واسيبهم بالميه السخنه شويه. تسيبيهم قد ايه؟ سيبوهم ساعه ساعتين برضو.
تمام. لما الميه دي تتحول لميه بارده، يعني انت عايزه البطاطس دي تتنكه بالنكهات دي، والميه سخنه تخش جوه البطاطايه. تمام. والملح لا اله الا الله محمد رسول الله، والملح والليمون والخل، هم دول اللي بيساعدوا على قرمشة البطاطس. اصلا البطاطس اليومين دول حلوة، بطاطس جديدة، الزرع الجديد طارح اليومين دول، فالخير بتاع ربنا حلو، حلو يعني، ينفع للقلية عادي. تمام تمام. انا بوريك ان دي بتاع شعلة كده هنا، الناس بتستخدمها على طول للقهوة والشاي، وسريعة جدا بتخلص في ثواني. كنت حاطة على البوتاجاز فلقيته مش هينجزني والولاد هيجوا في ثواني، فحطيت انا قلية البطاطس على البوتاجاز. البطاطس اهي تقريبا المية قربت تبرد. قبل ما احطها في قلب الزيت هبتدي اللي انا اشطفها تحت الحنفية، اشطفها تحت، ايوه، عشان احولها من مية كانت سخنة، اوقف تسويتها المية ساقعة وابتدي اقليها كده. يعني بتجيبي احلى نتيجة بطاطس تاكليها. تمام تمام. الفراخ بعد ما اتبلت في قلب التلاجة، سخنت طاسة او حلة او صينية او اي حاجة كويس جدا، وابتديت احطها على نار عالية، عشان انا مش عايزة الفراخ تنزل المية، انا عايزة تمتص كل التتبيلة كمان وتبتدي ان هي تخش في التسوية. تمام. ده عيش سوري كان جوزي جايبه امبارح، لما قلت له انا عايزه اعمل شاورما فجابهولي امبارح، وابتديت اللي انا افرده، كان جايبه سخن، ابتديت اللي انا افرده واحطه في قلب الفريزر. وعملت توميه، هبقى اعملها لك مره قبل كده، كانت حلوه جدا، ما عملتهاش بنشا ولا باي حاجه، هبقى اقولك عليها في مره، او لو الفيديو لقيته يعني خلصت في ثواني الاكل، هقولك على طريقه التوميه في اخر البطاطس، في اخر الفيديو. البطاطس معلقه معايا في اخر الفيديو. اللي لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي كنت بوريهولك من شويه ده خيار مخللاه وحط عليه نص معلقه ملح ونص معلقه خل وميه، وسايباه على جنب. عايزه اقولك اللي انا مخللاه قبل الاكل بنص ساعه عشان احطه في السندوتشات. البطاطس بحمرها، والشاورما بدأت ان هي تشرب المية بتاعتها اهي، والتتبيلة بتاعتها فيها، ابتديت بقى مش هشيلها من على النار خالص الا لما تحمر. تمام. طيب يا مرو، انا مش عايزة يعني مش عايزة احطها كده، احطها زي في طريقة تانية احطها فيها غير كده، حطها في الفرن ساعة ما تشرب تتبيلتها ليلة كاملة او 4 ساعات، ابتدي اللي انت تحطيها في قلب الفرن وتسيبيها تاخد مع نفسها كده لما تحمر وتتظبط وتتشرب. وبعد كده بتبتدي تعملي سندوتشاتك. ايه السندوتشات؟ حطيت العيش السوري فردته، التوميه زيه زي السندوتشات اللي احنا بنشتريها من بره، والله والله ما كان فيها فرق خالص خالص. ابتديت اللي انا احط التوميه، وحطيت الخيار، بس ده نسيت اللي انا اصورها، حطيت الخيار المخلل، وابتديت اللي انا الفه كده. انا بوريك اللي انا هلفه ازاي بس عشان الكاميرا. لا اله الا الله محمد رسول الله. دي البطاطس بعد ما احمرت ما رضتش احطها في السندوتشات، قالوا لي احنا هناكلها بره، فمقرمشه وتحفه وحاجه كده من الاخر، وشاربه شويه النكهات اللي انا حطيتهم عليها، والميه السخنه مع الخل مع الليمون مع الملح عاطين لها قرمشه فظيعه. نخش بقى على التقيل. دي السندوتشات اللي انا بقولك عليها، جميله جدا جدا جدا، ما اختلفتش والله على السندوتشات السوري في اي حاجه، نفس الطعم. الشاورما اللي انا عاملاها زيها بالظبط. والسلام عليكم.